ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ النهارده بقى عندنا شويه فراخ. بصوا، فراخ مشويه بس عظمه بجد. لو جربتوها وعملتوها في البيت والله العظيم ما هتجيبوها من بره تاني. بصوا، اول حاجه اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا كمان كومنت حلو قوي، علشان بجد الفراخ دي تستاهل بجد كلام حلو. اول حاجه عندنا بصلتين مبشورين وطماطميتين مبشورين. هحط عليهم معلقه ملح وهسيبهم شويه، وبعد كده هصفيهم، هاخد الميه بتاعتهم بس. طبعا التفل بتاعهم هنخليه نحتاجه في اي اكله تانية، هحطه في التلاجة نحتاجه لاي حاجه. تمام. هحط عليهم بقى ايه الميه بتاعتي ديت، ميه البصل وميه الطماطم. هحط عليهم فنجان خل، فنجان عصير ليمون، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. آه ايه كمان؟ توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، سنة قرفة، سنة بسيطة مش كتير. بصوا الجنزبيل وسنة القرفة، بصوا بيودوا الفراخ بجد في حتة تانية. طبعا انا عندي الفراخ بتاعتي انا نقعاها في محلول النقع، وعشان الزفارة بتاعتها، وغسلها كويس جدا جدا ومنضفاها جدا علشان ما يبقاش فيها اي زفارة. بصوا، مش عايزه اقول لكم بقى، بصوا انتوا، مش مهم الفراخ تبقى كبيره او صغيره. على فكره الفراخ اللي انا كنت عاملاها ديت كانت كبيره، وواضح من الاوراق بتاعتها ان هي كبيره، ومع ذلك استوت كويس جدا بجد. بصوا انا هنا عملت ايه، انا زودت شويه ميه علشان حسيت ان المحلول دوت هيبقى قليل شويه على الفراخ بتاعتي، فزودت شويه ميه وزودت معاه معلقه ملح. بصوا دي الفراخ بتاعتي بعد الغسيل والنقع. انا مقطعاها كويس جدا، وكل حته كل قطعه كمان تقطعيها، ممكن تفتحيها تشقيها كده لحد العظم، علشان برضو تبقى ايه، تبقى سهل ان هي تستوي معانا، لان احنا هنحطها تحت الشوايه، فمش مش هتبقى ايه برضو يعني هتبقى محتاجة ان هي تبقى قطع صغيرة كده عشان تبقى تستوي بسهولة. كمان المحلول بتاعنا ده احنا لو نقعناها فيه من بالليل هتستوي اسرع معانا بكتير، وهتدي طعم كمان احلى بكتير. بصوا انا هنا كنت نسيت البابريكا، فحطيتها. البابريكا برضو بتدي لون وبتدي طعم برضو جميل جدا. انا هنا عندي نقعاها من بالليل، انا كنت عاملاها يوم تاني قبلها، برضو كنت نقعاها يا دوبك قبلها بساعة او ساعتين، ما خدتش وقت معايا برضو ايه. الحمد لله استوت وبقت طعمها جميل. زي ما انتوا شايفين اهو، بعد النقع هي شربت من المحلول بتاعنا كويس جدا، وكمان اللحم بتاعها بقى طري وبقى سهل جدا ان هو يستوي معانا بسرعة. انا هعمل ايه بقى، هجيب الصينية بتاعتي وهجيب عليها الشبكة بتاعتي، ايا كان الشبكة بتاعتي، شبكة زي ديت او شبكة عادية مش هتفرق. هرص الفراخ كلها، واعمل ايه، بقيت المحلول اللي انا كنت نقع فيه الفراخ هحطه في الصينية. وهعمل ايه كمان، مية مغلية هحطها كمان مع المحلول دوت. ليه بقى؟ المية المغلية لما بتبقى في الفرن وبتبقى سخنة كده بتطلع البخار، البخار ده بيخلي الفراخ مش ناشفة، ما بيخليش الفراخ بتاعتي تنشف. انا مسخنه الفرن كويس جدا. انت لو عندك الفرن زي عندي كده ممكن تشغليه من تحت ومن فوق عادي، شغلي الاتنين. لو مش هيشتغل كل حاجه لوحده يبقى خلاص سخنيه كويس جدا من تحت، وبعد كده شغلي الشوايه من فوق بس. بصوا ادي الوش بتاعنا اهو اتحمر كويس جدا جدا واستوى خلاص، هو قرب يستوي، دخل في السوا خلاص. هقلب بقى الشبكه بتاعتي على الناحيه التانية، وهدخل الوش ده كمان علشان ايه، يتشوي معايا. بمجرد ده كمان ما اخد لون حلو واتشوى معايا، كانت الفراخ بتاعتي خلاص ايه، استوت. الصينيه بتاعتي بقى انا هاخدها اعمل ايه، هدلق الميه اللي فيها وهفضي فيها الفراخ. وانا عندي فحمايه كنت حطاها على البوتاجاز مسخناها كويس جدا. هحطها في طبق صغير، احط عليها معلقه زيت وهدخنها، هحطها في قلب الفراخ واغطيها، تاخد طعم الشوي وطعم الفحم. والله العظيم لو جربتوها انتوا مش هتجيبوها من بره تاني. يعني احنا اوقات بنستسهل وبنجيب من بره علشان يعني خلاص مش قادرين نعمل بتاع دي، مش هتاخد معاكم وقت. هنعمل معاها شويه رز اصفر، شويه سلطه طحينه، سلطه طماطم، هتبقى تحفه ومش محتاجه اي حاجه تاني، وبجد مستويه جدا. انا ما كنتش قادره افتحها لكم، هي كانت لسه خارجه من الفرن وسخنه جدا جدا. فبجد جربوها، هتعجبكم قوي يعني. سلام.